السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله اليوم معانا ال11 في دوره كتاكيت رمضان زي ما حضراتكم شايفين اهو. بصوا حبايبي، انا هنا حطيت بس اقل من نص السقايه ميه. هنحط عليها ايه النهارده؟ زي ما اتفقنا ان احنا هنخلي الحلبه 3 مرات في اليوم. الحلبه نص كوبايه وهحطها على الميه هنا كده. طبعا انا مقلله الميه زي ما حضراتكم عارفين علشان يشربوا كميه الميه كلها، عشان يشربوا كميه الميه كلها. ولا اول ما يخلصوها هغير له، هحط لهم ميه نضيفه عادي من الحنفيه. طيب في حاجه هنا كمان، اللمبه زي ما انتم كنتوا عارفين ان انا منزلها لهم عشان كان الجو ساقعه، كنت منزلاها اكتر من كده. فدلوقتي هم حجمهم بدا يكبر، فطبعا نفسهم كل ماده بيدفلهم المكان اكتر. يعني كل ما هم حجمهم بيكبر كل ما بيبقوا دافيانين اكتر. فانا رحت رافعه اللمبه شويه بس ما شلتش اللمبه الصفراء. اللمبه الصفراء زي ما هي هتكمل معانا طول ما هم صغيرين، وطول ما هم الجو ساقعه مش هنشيل اللمبه الصفراء خالص. تمام يا حبايبي؟ وكمان هنا في العلف انا هحط لهم هنا، مش هنحط في العلافه علشان هحط لهم، هنحط على العلف هنا حبايبي كركم حوالي معلقه صغيره. طبعا انا ما ضفتش النهارده الكركم على الميه لاني الميه حطينا فيها الحلبه، فمش هينفع اضيف حاجتين مع بعض. يعني مش هينفع اضيف الكركم مع الحلبه. دلوقتي انا هحط لهم الميه ونرجع مع بعض اهو. بس حبايبي انا كده بعد ما حطيت لهم الكركم، بس اللهم بارك، مع ان انا ما كنتش مجوعاهم او ما شلتش الاكل من قدامهم خالص النهارده. يعني ما جوعتهمش قبل ما احط لهم العلف. ودي الميه اهي. وده كان الفيديو بتاعنا يا جماعه. يا ريت لو عجبكم الفيديو فعلوا لي زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.